مصطفى إبراهيم، طالب الفرقة الثالثة قسم الأوتوترونكس. طبعا كلنا عارفين إن الزمن يعني دايما بيعيد نفسه، بس عمرنا حد فينا شاف إن الزمن بيعيد نفسه في التكنولوجيا. بكل بساطة التكنولوجيا قايمة على التطوير المستمر، إن كل يوم في جديد. بس في السيارات الكهربائية الموضوع مختلف. اللي كتير مننا ما يعرفوش إن السيارات الكهربائية كانت بداية صناعة السيارات. يعني تقريبا كانت أول بداية صناعة السيارات كانت 1729 تقريبا. وحاليا في الوقت اللي احنا فيه هي برضو مستقبل السيارات الحديثة في العالم كله. فاحنا النهارده ان شاء الله عاملين مؤتمر عشان نواكب السوق ونواكب التطورات في السيارات الكهربائية. قسم الالكترونكس فرقه ثالثه دفعه 2020. احنا بنتدرب على السيارات الكهربائيه عشان هي مستقبل الجيل الجديد. دلوقتي احنا عندنا ندوه باسم السيارات الكهربائيه، هنعرف ازاي نعدل السياره من سيارات البنزين والسيارات الغاز والسيارات الكهربائيه، لان هي اقل اقتصاديه وفي نفس الوقت بتبقى تكلفه اقل على الدوله، بحيث ان احنا لما نيجي نغير العربيه الكهرباء افيد معانا في الفلوس بتاعتنا وفي المسافه بتاعتنا اكبر، لان الشحنه بتاعتها بتقعد اطول بكتير من البنزين. الكفاءه مثلا احنا بناخد بالبنزين 40%، انما عربيات الكهرباء بناخد لحد 98%. ممكن تخش تسرش على عربيات تسلا وموجوده دلوقتي في مصر. ورحمة الله. أنا الطالب أحمد محمد، فرقة ثالثة قسم الأوتوترونكس. النهارده عندنا في جامعة الدلتا التكنولوجية ورشة عمل عن السيارات الكهربائية الحديثة. بإذن الله احنا ورشتنا بتهدف لأن احنا السيارات اللي في المستقبل كلها سيارات كهربائية. فاحنا طبعا بنتجه لأن احنا نغير المحركات الاحتراق الداخلي، إن احنا نبدلها بالبيئة النظيفة، وإن احنا ما يبقاش عندنا انبعاثات في الجو. فعشان كده النهارده احنا عندنا المؤتمر بتاعنا بيهدف للسيارات الكهربائيه الحديثه، بحيث ان احنا هنحول السيارات اللي هي الاحتراق الداخلي هنعملها بتبقى سيارات كهربائيه. تمام. ده طبعا هيخفض الانبعاثات عندنا في الجو في مصر. وطبعا يعني النهارده يوم كبير باذن الله، يعني نامل ان احنا نغير السيارات كلها بتاعتنا في مصر.